عاملة معاكم هنا وصفة يعني ما يختلفش عليها اتنين. الكشك بس هنا عاملاه بطريقة مميزة، بحيث ان هو يعني اضفت له قيمة غذائية علشان لو في اطفال او حتى الكبار يبقى وجبة متكاملة ما نحتاجش جنبها اي حاجة. هي بس كده طبق الكشك وجنبيه حتة الفرخة، بيتاكل بالعيش بيتاكل بالمعلقة زي ما تحبوا. هنا سلقت الفراخ، وطبعا هنا لما جيت اسلق الفراخ بس في ملحوظة ان انا بحط كل التوابل حصى، يعني سواء ورق اللورا سواء الحبهان، الفلفل الاسود كمان بيبقى حصى علشان الشوربة تبقى يعني ما تبقاش غامقة ما تغمقش. هنا في طاسة جبت كوباية من الرز المصري، غسلت الرز وصفيته وبعد كده ضفت له الشوربة. طبعا الشوربة هنا بتكون صافية زي ما قلت لكم علشان التوابل اللي احنا مستخدمينها كلها حصى. تمام، بعد كده بحط الشوربة على الرز بمقدار يعني يغطي الرز، وبسيب الكلام ده يعني بسيب الرز يستوي لغاية لما يستوي، يعني بس ما يتعجنش، يعني يستوي سوا كامل من غير ما يتعجن يعني. تمام، وبسيبه كده. طبعا هنا بتبله بالملح والفلفل الاسود، وممكن انا ما كانش عندي فلفل ابيض، بس لو عندكم فلفل ابيض ممكن تستخدموه علشان يعني يبقى الكشك نص على البياض كده. دي من التركات برضو الحلوة بتاعته، يفضل الفلفل الابيض. تمام، بسيبه بقى يستوي زي ما قلت لكم. ولو احتجت شوربه، يعني انا لو جيت وصلت لمرحله ان انا حسيت ان الرز لسه مستويش واحتجت الشوربه، بضيف شوربه تاني. يعني هنا بعد ما فتحت عليه بعد شويه لقيته لسه مستويش، يعني الميه نشفت بتاعته، الشوربه نشفت ولسه محتاج يستوي اكتر من كده، فقمت ضفت له الشوربه وسبته يكمل السوا بتاعه. ضفت له حبه شوربه على قد الحبه اللي ناقصين للسوا، يعني ما غرقوش بقى برضو بالشوربه، لا على قد حبه السوا اللي ناقصين. تمام كده، وبسيبه برضو يستوي. وببتدي هنا اول ما يوصل بقى للمرحله دي خلاص دقته لقيته استوى وبقى تمام، بضيف له كوبايه من اللبن. بضيف له هنا كوبايه من اللبن كامل الدسم، بيديله طبعا طعم ممتاز، وبقلبه كويس قوي. وطبعا بدوق لو هو محتاج ملح وفلفل تاني بضيفه. الوصفه دي يا جماعه فعلا هتدمنوها، لان كمان سهله جدا ما بتاخدش حاجه خالص. يعني من اول ما بتسلقوا الفرخه الموضوع ما بيحتاجش حاجه، هو سلق الفرخه وعمل الكشك بيبقى دقايق، يعني ربع ساعه بالكتير يعني. هنا جبت البصل وقطعته جوليان بالقطعه اللي انا وريتها لكم بتاعه البروسيسور، او ممكن تقطعوه عادي، يعني ممكن لو ما عندكمش القطعه دي او مش عارفين تقطعوها، لا دي كل تقطيع الرفيع ده قطعوه عادي على حسب، يعني قطعوه بس قطع صغيره. تمام، ويبقى بس مش مبشور، يعني يبقى متقطع قطع صغيره. وفي معلقه زيت، يفضل زيت زيتون، يعني بتبتدوا تحمروه لغايه لما توصلوا للون الذهبي ده. تمام، بعد كده بحضر صوص اللي انا هضيفه على الكشك. عباره عن ايه بقى الصوص ده؟ بجيب كوبايه من الزبادي، تمام، اللي هي بتبقى تقريبا 105 جرام، اللي هي كوبايه الزبادي الصغيره، وبحط لها كوبايه تانية من اللبن. احنا حطينا كوبايه لما جينا على الرز، وبعد كده حطينا هنا على الصوص ده كوبايه تانية من اللبن، وحطينا هنا معلقه دقيق واحده بس. قلبنا الكلام ده كله مع بعض، وهنبتدي نضيف الخليط ده على الكشك. تمام، الخليط ده ممتاز بيدي نكهة وطعم تحفة. بعد كده هوت بحط حبة من البصل اللي انا كرملته. بصي هنا طبعا بيبقى ده القوام بتاع الكشك اللي هو المطلوب، بيبقى عامل زي الرز بلبن كده. وبحط بقى معلقة من البصل اللي انا كرملته بحطها جوه الكشك، بسيب الباقي علشان هحطه هزين بيه الطبق. تمام، طبق التقديم. لكن هنا بحط جوه الكشك بحط بصل اللي هو المكرمل ده، وبقلب كويس قوي. هنا بقى رشة القرفة دي يعني اختياري، بتدي فخامة كده للطبق، بيبقى جميل جدا وطعمه حلو قوي مميز. اللي ما يحبش القرفة خلاص ممكن يستغنى عنها. بحط بعد كده بقى في طبق التقديم وبزينه بالبصل اللي هو بقية البصل اللي انا سبته، وبيتقدم مع الفراخ، وكده وجبة متكاملة. بون ابيتي، جربوها يا جماعة، مع السلامة.